شغل على ابوه. شغل زمان ده وقت. يعني ايه يابا؟ يعني فن يا ابني وذوق. انا عايزك تفهم الصنعة كويس، عايزك تحبها. زمان قالوا الصايغ لما ينفض جزمته يتعشى. مش فاهم قصدك. ما انا هقول لك مقصود الكلام. مقصود الكلام ان تراب الجواهرجية يغنيهم. المهنة حلوة قوي يا ابني، ولو انت مفتح هتأكلك الشهد. يا فتاح يا علي مع الصبح. روح يا ابني دلوقتي. حاضر. انت بعت للمحامي؟ انا بكلمك. انا تعبان يا هنيه ومش فايق لك على الصبح. روح يا اسطوات افطروا يلا. لا بقى، فوق لي هنا واسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. المال والعز اللي انت عايش فيه وغرقان فيه ده مال ابويا وخير ابويا، يعني مالي ومال ولادي سعيد ونبيه. في ايه يا هنيه على الصبح؟ في انك انت بتفكر تفكير عوج وانا جاي اعدلهولك. طب اعدلي كلامك الاول. لا ده انا كلامي معدول قوي وعارفه انا بقول ايه. المال مالي، ها؟ وانت اصلا مالكش فيه حاجه. والواد ابن تحيه مش هيخش المحل ده هنا. انا اللي اقول مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش. عظيمي على عظيمك ما هيخش المحل ده. كلهم ولادي، وزي ما سعيد ونبيه ليهم حق عبد القوي ليه حق، وانا عشان عارف ان انت بتكرهيه بحفظ له حقه. مين عبد القوي ده اللي له حق في مالي؟ انت نسيت نفسك ولا ايه يا راجل انت؟ انت نسيت ان ابويا اللي كبرك وعلاك؟ ايوه، واحنا مش هنخلص بقى من الاسطوانه المشروخه دي. وللمره المليون بقول لك انا اللي كبرت المال. انا اللي عملت من المحل ده 4 محلات احسن منه واكبر منه. انا اللي الخير جاري على ايديا يا هنيه. وابعدي عن وش السعادي بدل. روح روح ربنا يهديك. اوعى ايدك دي وحياة مقاصيصي دول، لا كل اللي في دماغي هو اللي هيمشي، وهوريك يا ابو الدهب. ساتر يا رب، ايه الضلمه دي؟ منك لله بعيده. ولا يهمك منها، دي ولية غلوية والغل بياكل كبدها. أنا اللي عايزاك بس إنك تخليك في ظل أبوك، ما تسيبوش لحظة، ما يشوفش حد في الدنيا غيرك أنت، وما تعملش حساب لولاد هنية. ازاي بس ياما؟ دول اخواتي برضه. اخواتك إيه يا أهبل؟ دول رادعين الحقد والزبالة من صدر أمهم، دي ولية مفترية. تعرف يا واد، أبوك كلم المحامي وقال لي إنه هيكتب لك جزء من فلوسه. هو قال لي كده فعلا. عشان كده الولية بتغل في نفسها ومش طايقة روحها ولا طايقانة. دي ولية مفترية، دي بتحسد الناس على التراب اللي في هدومهم. تعرف يا واد كانت بتعمل ايه لما ابوها كان عايش؟ كانت بتنزل للراجل المطرباتي، الراجل اللي بيبشر الدهب دوت، كانت بتنفضه كده هوت قبل ما يروح على ايه شويه التراب الدهب اللي بيجوا على هدومه هياخدهم يبيعهم. ولية قادره مفتريه. يا ساتر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. يا حاج عبد الله يا اخويا، انت عارف ان انا ما كانش ليا غرض خالص اتكلم في الحكايه دي، بس اعمل ايه يا اخويا؟ الزمن حواج، وبصراحه بقى ما لقيتش حد قدامي غيرك، وانا عارفه ومتاكده ان الوليه هنيه دي لو اتكلمت معاها وقلت لها انا عايزه حقي من مال الحاج سعيد، انا عارفه ردها هيكون ايه. روحي لابو الدهب هقول له ايه؟ قولي له ان ابن اخو الحاج سعيد تاجر الذهب اللي خيره على الكل، لما يكون محتاج دي حاجه تعره وما يصحش يسيبه كده. ولو هو بقى عارف كلمه الحق دي، تفتكر يعني ابو الدهب ده هيعمل بيها؟ ربنا يهديه ويهدي النفوس. يهدي النفوس. طب يا حاج اشوف وشك بخير، سلام عليكم. شرفت يا ست كريم. ماشي يا اخويا، يلا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله. ايه اللي بيحصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلت للحاج سعيد ما تعملش كده، قال لي مالي وانا حر فيه، وبالفعل كتب ماله كله لهنية بنته. والغلط في كده يا حاج هلال؟ يا حاج عبد الله،
محدش فينا عارف مين هيورث مين، والحرمان من المواريث ده ظلم. ما تحرمش غيرك عشان ربنا ما يحرمكش، ولو حتى يا سيدي من باب المودة. سعيد كتب لهنية ماله على حياة عينه، كان عايش ما ماتش، يعني ما كانش مال ورث عشان يتقسم، وهو حر يهب ماله اللي هو عايزه. الحقيقة بقى كريمة هي اللي طماعة. طيب بس اللي عمله الحاج سعيد ده عمل مشكلة اهو. المشكلة مش مشكلة الحاج سعيد، مشكلة كريمة، هي اللي كانت طمعانة ومستنية الحاج سعيد عشان يموت، عشان تلحق لها حتة وخلاص. وبصراحة كل واحد حر يهب ماله لمن يشاء أو للجهة اللي هو عايزها، يعني سعيد ما غلطش، احنا بس اللي طماعين. اتعلمنا النطاعة ورميناها على الشرع، والشرع بريء من طمعهم ونطاعتهم وكسلهم. ينزلوا يشتغلوا على رزقهم بقى، يبطلوا يبصوا الرزق اللي في ايد الناس، بلا نطاعة بلا. هنقول ايه بس؟ دمي فار يا بنتي يا عين، كنت هموت والله. بعد الشر عليك يا حاجة، إن شاء الله اللي يكرهوكي. الراجل اتجنن يا اختي ولا ايه؟ عاوز ياخد من مال عيالي وقوتهم ويرمي في حجر الولية اللي اسمها تحية وابنها. بس انا الحق عليا، انا الحق عليا اللي جبتها بيتي ودخلتها وقلت تسترزق غلبانة، لكن غدرت بيا هي وجوزي. عارفة يا بنتي يا عين، لو كانت منظر ولا عليها القيمة ما كنتش اتقهرت القهرة السوداء اللي انا فيها دي. منك لله، منك لله يا ابو الدهب، قاهرني والله قاهرني. منك لله ويوريني فيك يوم اسود من شعر راسي ده اهو، عشان سويتني بالوليه ده. ايوه منك لله. ما تحاسبي شويه رجلي يا اختي، بتدوسي على رجلي كده ليه؟ روقي روقي يا حاجة، روقي. الموضوع ده ماليش يد فيه يا ست كريم. بس تقدر تحله يا حاج. ده مالها ليا وهي حرة في ايه؟ هنية مراتك يا اخويا، واكيد هتسمع كلام. ايوه مراتي وتسمع كلامي في اللي يخصني. يا حاج ده انت الكلمة كلمتك والشورى شورتك، وزي ما انا شايفه اهو قاعد مربع ومستربع على الاخر. ولا يعني عشان هي مراتك بتقول الململة، طب تحية وابنها هتقول برضو الململة. وبعدين جرايه يا ست كريمه؟ يا حاج ابو الدهب ده انت عشت الفقر، يعني دقت طعم الحرمان ومررته. تقصدي ايه يا ام متولي؟ اقصد يعني ان الحاج سعيد حرم ابني من حقه في ماله علشان ما نزاحمش بنته فيه. احنا مش عايزين حاجه، احنا بس يا اخويا عايزينها تحن علينا شويه، لا هنطلب منها كتير ولا نطلب منها حتى نصيبنا، بس تدينا ما يكفينا علشان يعني ما نمدش ايدينا للي يسوى واللي ما يسواش، وربنا يا اخويا يكفينا شر مد الايد. امين يا رب العالمين. خدي دول يا ام متولي. ايه ده يا ابو الدهب؟ انت هتدينا صدقه ولا ايه؟ انت هتطلع زي هنيه وتاكل حقي وحق ابني؟ بقول لك ايه، اللي انت هتاخده مني النهارده بكره هترجعه لنا تالت ومتلت، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وربنا يوريني فيك يوم، ان شاء الله يوريني فيك يوم ويحرم عيالك زي ما حرمت ابني وحرمتني وحوجتني للي يسوى وما يسواش. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. الهي ربنا ينتقم منك انت وهنيه في ليله واحده. منك لله يا شيخ، منك لله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. ايه ده؟ ايه الولية اللي عاملة زي المدفع دي؟ الناس بقت بيجحة ويتدب في عينيها رصاصة. يا معين. عرفت ان كريمه راحت لابوك المحل وبتقول ان لها حق في ميراث جدي، خليها تقول. بس اللي اعرفه ان كلامها صح. في عرف مين؟ في الشرع. الشرع؟ الحقيقة أنا مش فاهم حكاية الشرع دي. يعني إيه واحد يشتغل ويتعب ويشقى ويعمل فلوس ويعمل تجارة ويحارب عشان يبقى حاجة، وفي الآخر لما يموت يجوا ناس يقولوا لنا في ماله أصل إحنا قرايبه، ولما يكتب ماله كله لبنته اللي ملوش غيرها في الدنيا يقولوا حرام عليك. طيب ومش حرام عليهم عمرهم اللي ضيعوه في اللعب؟ بدل ما كانوا يستنوا لما يموت عشان يبقوا أغنياء، كانوا يشتغلوا ويتعبوا ويعملوا فلوس ويعملوا نفسهم مكانها. إيه كلامي مش عاجبك؟ يا عم عاجبني ولا مش عاجبني، ونقوم اصلي العشاء مع ابوك في الجامع. تلعبها صح أنت سعيد. ازاي يعني؟ ماشي في ديل أبوك، احفظ كتاب الله يا سعيد. حاضر، تعال المحل يا سعيد وخليك في ظهري، ما تسيبوش ولا ثانية. طب وانت ايه اللي ضايقك؟ أنا مش متضايق، أنا بس مستغرب.
تروح المسجد مع ابوك، تصلي، تحفظ قرآن، تحضر دروس، وبعدها كل يوم تمشي مع بنت شكل وشكل. خليك انت في الوفاء بتاعتك. انا هنزل اصلي العشاء مع ابوك في الجامع، اطلع ليك لابس. ليه؟ هنروح نسهر على فلوكة في النيل. ماشي، بقول لك صح، فين ال 50 جنيه بتاعتي؟ حوشهم لك يا عبيط. والله ما عارف اقول لك ايه يا سعيد اخويا. عبد الله، انا كل اللي انا عايزه ان انا احفظ حق ابني عبد القوي. غلطت في ايه بس؟ يا حبيبي ده مالك وانت حر فيه، محدش يقدر يقول حاجه. بس انا بقول لك حاول تراعي هنيه شويه. انت اللي بتقول كده برضه يا عبد الله. الست هنيه نفسها عزيزه عليها، وهي يعني من وجهه نظرها حاسه انك انت اتجوزت واحده اقل منها، كان ممكن تتطلق منك، بس هي بقت عليك عشان العشره. فراعيها وفي نفس الوقت حافظ على حق ابنك. وده ايه دخله باللي انا بكلمك فيه يا عبد الله؟ اقول لك تاني، ده مالك وانت حر فيه، انا لا بلومك ولا بعاتبك، بس زي ما قلت لك حافظ على حق ابنك ودلع هنيه، هنيها شويه، واسمع بقى الكلمتين الخلاصه وحطهم حلقه في ودانك. لا يضيق عيش عبد اطاع الله في رضا اهل بيته وكسب ودهم. اكسب ودهم يا ابو الدهب يا اخويا. او انا بقى الحق مشواري وربنا يعينك على اللي انت فيه. ان شاء الله. سلام يا عبد الله. مالك؟ تعبان قوي يا هنيه. هم العيال فين؟ العيال بره. هاي، اعملي لي كوبايه ليمون بسرعه. ها. ايوه يا متر، خلصت اللي اتفقنا عليه. طيب بكره تجيب لي الورق كله وتيجي. لا بكره، مفيش تأخير يا متر. بألف سلامة. وكأن المال مالك، عمال تبعتر فيه شمال ويمين براحة راحتك يا اخويا. جرى يا راجل، انت عاوز تعمل راس عبد القوي براس ولادي؟ يا اخي اخصى على كده. جرى ايه؟ عيب عليك، ده انا اللي عملتك. ابويا كبرك وعلاك وخلاك بني ادم وليك قيمه في وسط الناس، ولولا كن زمانك دلوقتي شحات بربابه. وانا اللي حافظت على المال، وانا اللي تعبت وشيت ووقفت جنبه في حياه، ما سبتوش، كنت زي ابنه او اكتر. بس هنقول ايه؟ انا اللي غلطان ان ما فصلتش فلوسي عن فلوسك. حافظت على ايه يا اخويا؟ حافظت على ايه؟ حافظت على المال؟ حافظت على الامانه؟ صنتني؟ كبرتني علتني؟ ولا جبت الخدامه بتاعتي واتجوزتها عليا؟ ها؟ وبعدين مال ايه اللي بتتكلم عليه؟ ها؟ انت فاهم ان انا مش فاهمه وعارفه المال ده جه ازاي؟ وحطيته في وسط فلوس ابويا علشان الحكايه ما تبانش جايه منين ورايحه فين؟ يا وليه انا بموت، هاتيلي الدكتور.
تعال اه تعال هنا. دكتور ايه يا اخويا؟ تتجوز عليا انا؟ تتجوز خدامتي وجاي تتكلمني عن الفلوس؟ لا يا حبيبي، ده انا اللي عملتك. ولعلمك بقى انا هكتب لعبد القوي كل حقوقه. لا، المال مالي وباسمي، ها؟ واعلى ما في خيلك اركبه. وريني هتعمل ايه. هنزل ألم له كل البضاعة من المحلات واكتب له محل باسمه واحط له فيه كل البضاعة. انت بتتحداني يا ابو الدهب؟ بتتحداني؟ عاوز تموتني؟ عاوز تفرسني؟ أنا ارتبت وشيت وكبرت المال وحق عبد القوي وأمه في رقبتي. لا لا يا حبيبي، الأصل ملكي والفروع حلالي بلالي وحلال ولادي. لو ليه بقول لك بموت، روح هاتي لي الدكتور. ابعد كده. اه دكتور ايه يا اخويا؟ اه 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 ابو الدهب، ابو الدهب، ابو الدهب، فوق يا ابو الدهب، كلمني. يا بسرعة السوداء، طب فوق، كلمني كلمني يا ابو الدهب. يا ربي، يا بسرعة السوداء، يا بسرعة السوداء، يا بسرعة السوداء، يا ربي. مين؟ 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 انا عيني يا ست هنيه، افتحي. خش يا عيني، خش، خش بسرعة. يا عيني، يا عيني، انا في ايه؟ مالك؟ مالك يا ست هنيه؟ انا ما عملتش حاجة يا عيني. الراجل كان عمال يتخانق معايا، يقول لي الفلوس كلها هتروح لتحية وابنها عبد القوي. انا قعدت اتخانق معاه واقول له ازاي ولادي تحرم ولادي ليه؟ قعد يزقني، يزق فيا، ببعدوا عني وزقته كده اهو. ويا اختي ما جابش منطق، انا ما عملتش فيه حاجه والله. اروح فين؟ اروح فين واجي منين؟ اروح فين واجي منين يا عين؟ اروح فين واجي منين؟ اهدي ولا كأن حاجه حصلت. اهدي، هدي نفسك، مفيش حاجه. اهدي. اسمعي، رايحه فين؟ رايحه فين؟ ما تفتحيش الباب. اليمين الاول. مين اللي على الباب؟ انا عبد القوي، كنت عايز اشوف ابويا. طيب ماشي، ادخل يا عبد القوي. عايز ايه يا عبد القوي؟ انا بس كنت عايز اشوف ابويا، هو صاحي ولا نايم؟ ابوك تعبان ومش وقته دلوقتي بقى. تعبان في ايه سلامته؟ تعبان شويه، خليه يخش يطمن على ابوه. ادخل اطمن عليه. حاضر انا هخش اطمن عليه. حاضر. ابويا، ابويا قوم يا ابويا، في ايه ابويا قول لي مالك، قول لي يا ابويا في ايه؟ طيب ابويا عملت ايه في ابوك يا ولد؟ انا ما عملتش حاجه. قتلته؟ ما عملتش حاجه. الهو عليك، حرام عليك يا شيخ، ده انت كنت نمني عينه من جوه. الحول يا خليها. انا ما عملتش حاجه. الواد قتل ابويا خليها. والله ما عملت حاجه. الواد قتل ابويا خليها. الواد قتل ابوه. ابني ناس، ابني يا خال، ابني يا ناس، ابني حبيبي، ابني يا ناس. ما قتلش حد والله ما عملت حاجه، ما قتلتش حد. سيبوه ابني يا حاج عبد الله، ابني ما قتلش حد. الموضوع ده برهانية، ما خرجش من برهانية. يا ناس، يا هوني قتلني يا خالي، يا نية خرابيان يا خرابي. صحيح اللي حصل ده؟ ابويا فين؟ ابوكوا جوه يا اخويا.
يا ابو الدهب. هنية يا ابو الدهب. هنية والنبي يا هنية. ابوس راسك يا هنية، بلاش الواد، ابوس رجلك، الواد لسه صغير يا هنية، ارحميني وارحميه. ابعدي عني يا ولية. ابنك قتل. ابنك قتل ابو الدهب بدم بارد. جاب الجبروت ده كله منين يا اختي؟ جاب الجبروت ده كله منين ويقتل ابوه؟ يا ما قلت لك يا ابو الدهب، يا ما قلت لك الواد ده زرع شطاني. مش هيقتلك، هياكلك وهياكل بدنك. ما سمعنيش وما صدقنيش. لا، الواد ما قتلش ابوه يا هنية. لا، قتلوا يا اختي، قتلوا بدم بارد. ايوه، وعين شاهده وشافته بأم عينها كده ولا يا بنتي عين؟ حصل وشفته بعينيا. ايه، ربنا يعميك يا شيخه. عبد القوي قتل ابوكم يا ولاد عشان بيقول له المال ولادي، ما احرمهمش منه ابدا، لكن قتلوا بدم بارد. منك لله يا شيخه انت وهو، ربنا ياخدكم. يلا يا وليه، يلا اطلعي بره، مش عايزه اشوف وشك، مش عايزه اشوف وشك لا انت ولا ابنك. يلا يا وليه، يلا عشان خاطر ربنا ابوس راسك يا حبيبتي، ابوس رجليكي، ارحمي الواد، بعيد عني يا وليه. ارحميني، ارحمي ربنا. امشي يا وليه، امشي امشي يا جماعه، امشي. ما تبقاش تاني هنا. يعني يا اختي، يا خرابي عليهم، الولاد كلب قوي يا اختي، الولاد. ايه الفجر ده؟ ايه الفجر ده يا ناس؟ يا خرابي، ايه الجبر اللي هم فيه ده يا اختي؟ قتلوا الراجل وعاوزين يمشوا في جنازته. يا خرابي يا حبيبي يا ابو الدهب، يا حبيبي يا ابو الدهب، يا خرابي. الله يرحمه. يا خرابي. حاضر. استاذ عبد الله. عامله ايه يا ست تحيه؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ عبد الله، اتفضلي. اتفضل. قولي لي اخبارك ايه؟ تعبانه يا استاذ عبد الله، انا خلاص قلبي هيقف. الواد غلبان. انا عارفه ان انا غلطت ان انا اتجوزت راجل متجوز وعنده عيال، بس غصب عني مش بخاطري، ظروفي حكمت بكده. لكن اعمل ايه؟ بس صدقني اللي حصل ده مش هيطلع بره هنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده الواد روحه في ابوه. استهدي بالله وادعي له وان شاء الله خير. حياتي النبي تقف جنبي، ما تسيبنيش. طمني، انا كلمت له محامي وربنا يعمل لي فيه الخير. الحمد لله انك كلمت المحامي. الله يرحمه ابو الدهب كان دايما يقول لي لو جرالي حاجه محدش هيقف جنبي غير الاستاذ عبد الله والشيخ هلال، هم اللي هيبقوا ظهرك. ابو الدهب الله يرحمه كان اخ وصاحب بجد. وعبد القوي زي ابنك وانت اللي مربيه. انت تصدق انه ممكن يقتل ابوه؟ مش ممكن، ده روحه فيه، ده كان المداس بتاعه. ده يا كبدي ولاد هنيه كانوا بيبهدلوه بيمسحوا بكرامته الارض. الواد لا كان بيشتكي ولا بيتكلم ولا بيقول تلت التلاته كام. قولي يا رب، واذا احتجتي اي حاجه انا موجود. انا مش عايزه حاجه، انا مش عايزه غير ابني. وقول لهنيه الكلام ده، قول لها احنا مش عايزين فلوس ولا عايزين اي حاجه، ترجع لي ابني بس. هنقول ايه؟ ربنا يهدي النفوس. عن اذنك، يلا السلام عليكم. مع السلامه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب. يا رب. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. عين. ايوه يا ست هنيه. هاتي النسوان وتعالي ورايا.
حاضر. انت هنا يا بويه، هي فين؟ هي وليه عايزه تطفي الرجاله. ايه يا اختي احنا بتعدي اللي قاعده واروح امك منك فيها. ايه يا هنيه عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه اخد بطاري، عايزه افش غليلي في اللي قتلوا جوزي واللي حرموني منه. اطلعي بره يا وليه انت. ليه يا اختي؟ هو كان عبد القوي هو اللي كان قتل ابو الدهب؟ ايوه يا اختي، امال مين اللي قتله؟ ايوه قعد عليه وفطسه وجاب عمره. هو كان مستكفي بكده كمان؟ لا، ده كان عايز يموتني انا والبتين كمان. كده ولا لا يا بنتي؟ عيب. حصل يا ست. اطلعي بره يا وليه، اطلعي بره يا وليه. اطلع بره. ده فين؟ ده بيتها ومطرحها. بيتها؟ يا وليه بيتها يا وليه فين؟ يلا امشي خرجها بره يا بنتي. تعملي اطلعي بره يا وليه. بيت ابو الدهب لما تقعديش فيه، مكانك الشارع. اللي حرموني من جوزه مكانهم الشارع. ايوه، ومش بعيد مش بعيد تكوني انت اللي وزيتي ابنك على قتل ابوه. يا شيخه حرام عليكي، حرمت عليك عيشتك. اطلعي بره يا نسوان، يا نسوان. يلا خشوا هاتوا لها هتبتنا وارموها في الشارع. يلا اطلعي بره، اطلعي بره. يلا حرام عليك، بره يا اخي، حرام عليك يا مفتريه. يلا ارموها لها في الشارع، ارموها لها في الشارع. يلا يا بنت الكلب، بنت الكلب. يعني يا قلبي، يا قلبي ياني. سلامة منك قلبي. لله، منك لله يا ابو الدم. جبت لنا الممتسكك يا اخويا ورميتهم في حجرنا يا خوس. على فكرة يا سعيد، أنا مش ناسي الفلوس اللي أنت سلفتها لي عشان أوضب بيهم المكتب. ايه اللي انت بتقوله ده يا عبد الحكيم؟ هي دي فلوس يا سيدي، اعتبرهم هديه مني ليك في توضيبك للمكتب. انا في ديك الساعه لما يبقى صاحب عمري عنده اكبر مكتب محاماه في الدنيا. وبعدين يا عم عشان خاطر لو اتمسكت تبقى تترافع عني. خد الفلوس اللي انت عايزها. والله يا سعيد انا خايف من كتر بعزقتك للفلوس دي نيجي نتحاسب في الاخر ما الاقيش حاجه اخدها. لا ما تخافش، احوشهم لك يا عبيط. تحوشهم لي برضه؟ الله بس بقى انت هتفضلوا نقر ونقير كده طول الوقت. على فكرة عبد القوي خرج النهارده من السجن. يا سعيد ناوي على ايه؟ هو انت فاكر ان سعيد شاغل دماغه بالكلام ده؟ سعيد ما بيفكرش غير في المصلحه ويجيب الفلوس ازاي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ليه محسسني ان انا مكوش على كل حاجه؟ ما انت اي حاجه بتطلبها انا بديها لك على شويه ابحاث وورق ما استفدناش منهم، لا شفنا منك ابيض ولا اسود. ما انت عمرك ما هتستفاد من الابحاث بتاعتي عشان ما بتفهمهاش اصلا. يا جماعة صلوا على النبي، يلا الفجر الدن، يلا بينا نصلي. الصلاة والسلام. يلا طلعتنا على الصبح دي. يا نبيه مش هتيجي تصلي معانا؟ اسبقوني انتوا وانا هتوضى واجي على طول. يلا 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 يا عم، يلا. فين؟ نفسي يجي مرة يصلي معانا. طيب حاضر حاضر. على فين يا اخويا؟ يلا لم هدمتينك على هدمتيني في اي شنطه ولا بينا من هنا. من النهارده مش هنعيش جنب الميتين تاني. الم الهدوم وهنروح على فين؟ فهمني. يلا انا ماشي، بعدين ابقى افهمك كل حاجه. لم الهدوم ويلا. طب هلمهم بس هنروح فين؟ يلا بقى انا مش عايز خوته. يلا لم الهدمتين وبعدين قلت لك افهمك. حاضر بس براحه يا اخويا. حاضر.
تسلم ايدك. وما ماتت على فكرة. مين؟ نجف اللي كانت عايز تقتلك. الله يرحمها، كانت ست طيبة. كانت شغالة عندكم سنين ها؟ اه، ده اللي مربيانا. بصراحة بقى حوار ان هي كانت عايزة تقتلك ده عشان انت طردتها من الشغل مش داخل عليا. هم الناس دي كده، نعمل ايه يعني؟ عايزة ايه بالظبط؟ لو في حاجة مخبيها عليا قولها لي يا سعيد. كافي. الست دي كانت حرامية هي وبنتها. تمام. فالأدعى بقى ان هي تهرب. يعني الحرامي ما بيرجعش تاني عشان ما يتقفش. انت عايزة ايه؟ عايزة اعرف الحقيقة. ما هي دي الحقيقة، وبعدين الست غلطت وهتاخد جزاءها وخلاص، بعدين دي كل يهمك سلامتي. ما ولا مش همك سلامتي دي خالص يعني. استغفر الله العظيم. على فكرة أنا سمعت الكلام اللي أنت قلتيه لكريم، ما كنتش بتصنت والله، ده أنا سمعته بالصدفة والله، مش حلف كده. بصراحة أنا أسعد واحد في الدنيا، أول مرة حد يقول عليا كلام حلو كده ولا بيحبني. بص يا ستي، سعيد أبو الدهب هيفتح قلبه لأول مرة ويقول لك على حاجات عمره ما قالها لحد ولا حتى قالها لنفسه. كل الناس كانت فاكرة إن أنا أقرب لأبويا، وأبويا بيحبني أكتر من نبيه عشان خدني وشغلني معاه وعرفني أسرار المهنة، لكن ما كانتش دي الحقيقة. أبويا كان بيحب نبيه قوي، خصوصا بعد ما دخل كلية الطب. ما كانش فيه قعدة بيقعدها مع أي حد إلا لما بيتكلم على نبيه. نبيه الدكتور عمل، نبيه الدكتور سوى، نبيه الدكتور تقديراته عاملة إيه. كان دايما لما يجيب سيرتي يقول ابن الكبير الخايب اللي بيعدي بالعافية. عشان كده خدني معاه وعلمني صنعة عشان ما اطلعش صايع، مش عشان خاطر انا ابنه الكبير واللي المفروض احافظ على اسمه واحافظ على تجارته، لا 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 خالص، عشان خاطر نبيه بيه يفضل ابحاثه والكتب ويفضل اسمه يعلى ويعلى ويعلى، وسعيد يشتغل ويتعب ويشقى وعمره يروح فدا احلام نبيه. عشان كده لما سمعتك وانت بتقولي انك بتحبيني قررت ان انا اديكي قلبي، وخدت عهد على نفسي ما بعدش عنك ابدا ابدا، وعمري ما هزعلك لو عملتي ايه. حتى لو جبت السكينة دي وحطيتيها على رقبتي أقول لك اذبحي براحتك عشان أنا بحبك. بحبك يا وفاء. يا ساتر، ايه ده ايه ده يا ساتر؟ ايه انت يا ابني؟ انت اطلع بره. ايه الدخله دي؟ اطلع بره فين يا جدع؟ انا جاي اعيش هنا. تعيش هنا يا جدع؟ بقول لك جاي اعيش هنا في بيت ابويا، انا والست بتاعتي، ومش متعتع من هنا لو وقفت على راسك. طب خدها بقى واطلع بره. انت شكلك خدت على عيشه السجون وانا هرجعها لك. لو راجل اعملها. هتشوف. استنى يا نبيه، استنى يا نبيه. طب حلي لي بقى المشكله دي بدل ما ارتكب جريمه. طب تعالى بس كده. بقول لك ايه يا ابن الناس،
ما تتقي الشر كده وتاخد بعضك وتمشي وبعدين نتكلم بعدين. مفيش كلام، تعالي معايا. تيجي معاك فين؟ هو انت ما بتسمعش الكلام؟ سيبه يا نبيه، انا اللي هتفاهم معاه. يلا يا حبيبي تعال. ايه الاشكال دي؟ ابويا 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 قوم يا ابويا، في ايه يا ابويا؟ ابويا قول لي مالك، قول لي يا ابويا في ايه؟ طيب بقول لك ايه يا عبد القوي، انت نقي الشقه اللي انت عاوزها وسعيد هيدفع لك ثمنها. هنا انا هقعد هنا ومش هخرج من هنا. هنا يا بنت سعيد الجواهرجي، لو وقفت على راسك انت وعيالك، وحقي مش هسيبه، هاخده كامل. انا عايش هنا في خير ابو الدهب. ابويا 8 السنين اللي انا قضيتها ظلم في السجن هاخدها من حباب عينيكي انتي وعيالك. انت كده بتولع في نار هتاكلك، هتاكلنا كلنا وانتي اولنا. براحتك يا ابني براحتك. هو انت بتتكلمي مع الكلب ده في ايه؟ سيبه، انا عايز افهم. سيبه يا حبيبي. واديله مفتاح الدور الارضي يقعد فيه هو ومراته. ما هو اخوك ابن ابوك قدام عمره ما يبقى ميه. نجف، أنا جاية لك ومحتاجة أعرف الحقيقة كلها. اسألي جوزك. وأنا لو هسأل جوزي هجيلك ليه؟ أنا جاية لك أنتي، عايزة أعرف منك أنتي. وهتصدقي اللي أنا هقوله؟ هصدقك يا نجف. سعيد ده شيطان ما يملاش عينه ومال الدنيا كلها. هما مش قالوا زمان ما يملاش عين البني آدم غير التراب؟ هو بقى التراب ما يملاش عينه. سعيد قتلتني. ايه؟ هو في بطني ابن شهرين قتله قبل ما يشوف النور عشان ما حدش يعرف. يعرف ايه؟ انه كان متجوزني، ومش بس كده، كان عايز يقتلني انا وامي عشان ما نقولش ان احنا نعرفه. تعرفوا ايه؟ من فضلك ممكن تحكي لي القصه كامله؟ انا مش قادره اقعد استحمل السسبنس ده. عبد القوي ما قتلش ابويا يا ست وفا. تقصدي ايه؟ اقصد ان امي الوحيده اللي كانت عارفه مين اللي عمل كده. هو انت هتسيبني باكل في نفسي كده وتنزل؟ انا قلقانه على الواد يا عبقوي، انا مش مطمنه. تقلقيش يا نواشي، الواد ان شاء الله هيبقى كويس وهيخرج بالسلامه. انت رايح فين؟ هروح مشوار كده ولما ارجع هبقى اقول لك. ايوه لازم تقول لي رايح فين، انا مش ههدى ولا هرتاح غير لما اعرف قبل ما تنزل. رايح لسعيد يا نواشي. لا تروح ولا تيجي يا ابن ابويا، انا جيت لك لغايه عندك. انت اتجوزتي سعيد ليه يا وفاء؟ اوعى تقولي عشان حسيت انه كويس وانه شريك. انت بتضحكي على روحك. اقول لك الحقيقه ان انت عامله نفسك مش واخده بالك منها عشان غني، وغني قوي كمان، وبيحب الدنيا وعايز يعيشها، وعيوبه اللي كل الناس شايفاها اقل بكتير من عيوب نبيل. انت اخترتي تعيشي دنيا مش اخره يا وفاء،
بس انت اللي مش واخده بالك. صح اللي انت عملته ده يا عبد القوي. طب هقدر يا اخي ان انا اللي باعت سيف عشان خاطر ابني. انا عاوز حق يا سعيد، ويا قاتل يا مقتول. وليه؟ ليه قاتل ومقتول؟ ما الطيب احسن. الطيبة غباوة وجريمة، والطيب في عينين الناس عبيط، الكل بيدوس عليه ومش من حقه حتى يصرخ ولا حتى يقول اي. وانا خلاص بطلت غباوة، قصدي يعني بطلت طيبة. انا ابن ابو الدهب، وامك قتلت ابويا، وانا اللي اتسجنت ظلم، وانا عندي استعداد دلوقتي اخلص عليك وعليها ومش هفكر، هنفذ على طول. مستنيك بكره عندي في المحل عشان تستلم شغلك الجديد. انا محتاجك معايا ظهر وسند يا ابن ابويا. انا مش مطمنه خالص يا عبقاوي. لا اطمني يا نواشي، عارفه الغلطه كانت فين؟ غلطه ايه؟ الغلطه اللي خلت الكل يدوس عليا، اني كنت راضي بالقليل وبقول بكره يكتر. من النهارده خلاص انا مش هرضى بالقليل. انا حقي كل اللي ساب ابو الدهب وسعيد والنبيه وهنيه يبقوا تحت ايدي، ابقى انا السيد وهم العبيد. اصل غريبه، ايه اللي يخلي هنيه توافق ان حد يكلمها بالطريقه دي ويدوس لها على طرف؟ ها؟ ممكن اعرف ايه السبب؟ طب ما تريحيني بدل ما دماغي بتودي وتجيب. شكلك نمت كويس. صباح الخير. عاوز اتكلم معاكي. عايز ايه يا عبد الحكيم؟ انا لسه بحبك يا مديحه مش هقدر اعيش من غيرك. هتقدر زي ما انا قدرت. قدرتي؟ على اذنك. الو. ايوه يا سيف، انت وصلت؟ طب يلا انا جايه حالا. سلام. انا جيت يابا. يا حاج.
ما كنتش عارفة يعني ايه حب. كل اللي اعرفه ان المشاعر اللي بحس بيها لما بشوفك مش عادية، بحب احس بيها دايما. عمري ما فكرت في المستقبل. بعد ما ابويا مات وبقيت لوحدي بقيت بخاف من بكره، عشان كده مبقتش افكر فيه. بس بعد ما بقيت معاك بقيت احب افكر في كل لحظه هيبقى شكلها ايه. بقيت بحب بكره حتى لو هيجي معاه طوفان، المهم نبقى سوا يا حته مني. لسه بحبك يا مديحة، لسه بحبك. هتقول ايه؟ هتكذب ها؟ أنا من صغري متعلم الكذب، بعرف أكذب كويس أوي، لكن معاك أنت ما بعرفش. نجف كدابة ها؟ انت حلفت لي ان مفيش بينكوا حاجة، حلفت لي وانت باصص في عيني. مجنونة انا ها؟ مجنونة عشان اصدق ان هي قررت تقتلك بس عشان كنت بتطرد عشان هي حرامية ها؟ صاحية من النوم هي عايزة تلف حبل مشنقة حوالين رقبتها؟ مزاج. ليه؟ أنا ونجف نعرف بعض من أول أولى جامعة. مش عايزة تعرف الحقيقة؟ أقولها لك. وفاء، وفاء اسمعيني بس. وفاء، وفاء عشان خاطري، عشان خاطري سيبني، عشان خاطري، عشان خاطري. بصي اعملي اي حاجه، حاسبيني زي ما انت عايزه، بس ما تسيبنيش وتمشي عشان خاطري. يعني انت لما تقدمت لي كنت لسه بتشوفها؟ لا 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 خالص خالص. انا هقول لك على كل حاجه عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطري. ما تسيبنيش وتمشي، خليني اقعد معاكي بس شويه، اكلمك بس كلمتين عشان خاطري. حياتك منك بس. ايوه انا كنت محتاج لها. ايوه كنت محتاج
بضحك لها وببقى مبسوط وهي معايا. لما كانت بتجري ورايا كانت تقول لي انت فين وانا فين وانا طول. بس ده مش معناه ابدا ان انا اتجوزتها او خلفت منها، لا. بعدين انا ما كنتش اعرف ان انا هحب بجد واتحب. قول انت مثلا ليه سعيد ابن المليونير ابو دهب يبص لواحده زي نجم؟ ليه؟ عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان الوحده، عشان الرغبه ان انا اسمع كلمه حلوه تحسسني ان انا عايش بس. صدقت من امبارح انا بدور على اي كلمه حلوه من اي واحده ايا كانت عشان اجري وراها. صدقيني انا مش عايزك تسيبيني، لان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ما تسيبنيش. احلف ان هي كدابة، احلف ان انت ما اتجوزتهاش، احلف ان انت مستحيل تقتل روح عشان بس تداري على غلطة. احلف لك ايمانات الدنيا كلها ان ده ما حصلش. وانتي لو حسيتيني بجد وقعدتي هشيلك في عينيا. بونجور. ايه ده مارينا؟ ادخلي. انت جيتي مصر امتى؟ يا دوب من المطار على الاوتيل عليك. ايه الاخبار؟ لسه سعيد مش عايز يديني الفلوس. ازاي بقى؟ انت لازم تتصرف في الموضوع ده وبسرعه. سعيد مش عايز يحط فلوس الا لما يعرف مكسبه ايه بالظبط، والكل عايز يعرف مكسبه مش سعيد بس. بسيطه، قول له ان انت هتمضي له على المكاسب المتوقعه. لا سعيد مش بتاع الكلام ده. طب اقول لك، خلينا قبله وانا احلها لك. مش لما اعرف الاول هتحليها ازاي بعد كده هخليكي تقابليه. انت بس قوم غير هدومك، نطلع الكافيه اللي بره ده نشرب كوفي كده ونصحصح، وانا هقول لك هنعمل ايه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هلا هلا، اللهم صل على النبي. الله اكبر. حصوه في عين اللي يشوفك وما يصليش على النبي. شكلي حلو يا بنت. عمر ربنا يحرسك، ده انت ولا بتوع السيما. وبعدين انت لابس ونازل كده ولا ايه؟ لا انا ما احبش النسوان تشوفك كده وتبصبص لك في الرايحه وفي الجاي. ده انت لو مشيت في الحاره كده النسوان هتحدف نفسها كده من البلكونات وراه. وانا بغير وما احبش طيري يلمحوا حد غيري. وانت مين قالك ان طيرك يقدر يلمح حد غيرك؟ وانا اضمن منين؟ يا ساتر، اخص عليكي. بس انا هبقى قوي خايفه منه. خايفه لما القرش يجري في ايدك تديني ظهر. ده انت حتى ابنك نسيته. يا بنت حد يقدر ينسى حته منه؟ ده انا اموت قبل ما انساك انت ولا الواد. بعد الشر عليك يا اخويا. انت بس افردي وشك كده وكل حاجه ان شاء الله هتتعدل والواد يبقى زي الفل. بس انا عايزه اقول لك حاجه، اوعى تامن لسعيد. ومين قالك ان انا مأمن لسعيد؟ ولا داخل عليا وش الملاك اللي هو نازل بيه ده؟ انا عارف ان في مهموس حلو على السخان بيتحضر، بس المره دي انا عامل حساب. طب ما تيجي ناخدها من قصيرها ونمشي من هنا. انا مش همشي من هنا غير لما اوصل للي انا عاوزه، وديني مش عارف اوصل لام اللي انا عاوزه. بتعرف تعملي البتاعه دي؟ طبعا، ده انا قصه في الكلافتات دي. صعب الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مارينا. ايه اللي صعب؟ حسب كلامك سعيد بيحسبها بالورقه والقلم.
واللي انا بقوله ده هيكسبه كتير قوي. انت متاكده ليه بقى؟ عشان سعيد ما يهمهوش غير الحسابات، وان اللي هيدفعه هيرجع له اضعاف. سعيد مالوش في الكلام ده، دي مش شغلته. قلت لك خليني اقابله. نبيه، مستشفى استثماري ضخم لعلاج الفشل الكلوي، هتبقى اهم مستشفى استثماري في الوطن العربي كله. وانت عارف ان بلدك هنا اعلى نسبه للفشل الكلوي، اهو يعني استثمار مضمون. وبيني وبينك كده يعني انا في حاجه في دماغي. في حاجه في دماغك؟ هو انت ناويه تنقلي التجارب هنا؟ طب ما انت شاطر اهو مركز معايا. لا طبعا صعب جدا، الكلام ده ما ينفعش هنا. ازاي ما ينفعش هنا؟ ده هو ينفع هنا. الناس هنا حبيبي مستعده تبيع عيالها عشان الفلوس. مش للدرجه دي يا مارينا، انت فاهمه غلط. هو انت مش عايش في الدنيا يا دكتور؟ الناس هنا فقيره جدا، كتر الخلفه جابت الفقر. الكلام اللي انت بتقوليه ده غريب قوي بصراحه. وبعدين سعيد مش هيعمل حاجه ويحط نفسه في ريسك. ايه اللي جاب الريسك؟ سعيد قلت لك ما يهموش غير الشراكه والفلوس والحسابات. اي تفاصيل تانية نبيه هتبقى تحت الترابيزه بيني وبينك، هو مش هيعرف. والاهم بقى واللي انت مش واخد بالك منه، ان تكلفه العينات اقل بكتير قوي من بره. دماغك مش سهله. هتفضلي قاعدة لوحدك كده؟ مش عارفة يا ماما صدق ولا لا. صدقيني مشيتي ورا ستك وفي الآخر قاعدة تهري وتنكتي في نفسك. اسمعي كلامي مرة مش هتخسري حاجة. مش هسمع. الشك من غير دليل ملوش لازمة، هيقلب حياتك كلها نكد. الست العاقلة ما تمشيش ورا الشك، إلا إذا كان بقى الراجل بيعملها وحش، بيشتمها، بيضربها، دايس عليها. وده معناه إيه؟ معناها إنه بيحبك وفتح لك قلبه، واديله فرصة. الراجل ساعات بيحتاج حد يطبطب عليه. مالك يا بنتي؟ مالك؟ حاسة هرجع ثواني. يبقى حصل يا نهار أبيض. ايه يا اختي؟ ايه البت مالها؟ شكلها شالت يا كريمة. شالت؟ البت حامل يا سليمة. ايوه يا كريمة، ايوه. يا نهار ابيض ونادي، يا نهار فل ونادي، يا نهار ياسمين ونادي، يا بركه يا بركه يا بركه. والله واتفتحت لك طاقه القدر يا بنت متولي. ولا يا اختي وجه اليوم اللي اشوف ملقى ابو الدهب في حجرك يا قالت يعني عشان لما حضرتك تخرج بالسلامه ترجع يعني تلاقي في تغيير وكده، فبقت زيتي. ماشي. صحيح يا حاج. مدام وفاء كمان عينت واحده صاحبتها معانا. اسمها مديحه. لا هو طالما سيف فكر كده تبقى ما علقتش معاه من اول مره. لا هتاكد من البطاقه. ماشي مفيش مشكله. تمام يا سيف. على مهلك على مهلك يا حاج. يخرب بيت. ايه ده؟ الجرح لسه ما لمش يا حاج ولا ايه؟ ألم وكل حاجه بس ساعات بيعل على الواحد كده. الف سلام عليك يا حاج، ما تضغطش عليه. ممكن بس يا حاج اسالك سؤال؟ اسال يا سيف. بس توعدني مش هتتضايق مني. عمري ما اتضايق منك حبيبي يا حاج. هو انت ليه عفيت عن عبد القوي؟ عشان ده الجرح التاني اللي بيعل عليا، وهيعل عليا كتير قوي. لما كنت معاه في الزنزانة شفت في عينيه نظرة غدر، قلت هدنه شوية لغاية ما أعرف إيه اللي في نيته، اللي تعرف ديته. عين العقل يا حاج، عين العقل والله. بس برضه لو نويت ما تفكرش، شاور بس. دي شقة التراب فيها رصوص رصوص، وال10 سنين حد فتح. طيب مين اللي جاية خلاص. فين عبد القوي؟ في
الشغل. يا الف بركه. انت بتزرغطي على ايه يا خالتي؟ مبسوطه يا ضنايا على العز اللي احنا فيه والهنا اللي انا فيه. اسمعي لما اقول لك روحي هاتي لي عده القهوه، عايزه اعمل فنجان قهوه بالمزاج المزاج، فاهمه؟ وسيب الشباك ده مفتوح عشان اللي رايح واللي جاي يشوفوني وانا قاعده متهنيه ببيت جوزي. حاضر حاضر يا اللي بتخبط. طيب ايه ده في ايه يا ست هنيه؟ ايه انت ايه اللي جابك هنا يا وليه؟ ها؟ نعم يا اختي، انا في بيت جوزي. جوزك؟ طبعا يا حبيبتي في بيت جوزي، وكنت عايزه اقول لك كلمتين واسمعهم لك. سمعتي الرعد في ودانك. اسمعي يا هنيه من غير يا ست الستات، كان دايما يقول لي تعرفي انا اتجوزتك ليه يا تحيه؟ اقول له ليه يا عينيا؟ يقول لي عشان انت ست الستات، عايزه احط راسي كده على صدرك احس بالامان والحنان. بذمتك يا وليه انت ست؟ ده انت 6 اشهر. وعلى رأي المثل اتلم تنتون على تنتن، واحد منهم نتن والتاني انتن. يلا يا واطيه يلا تعالي بس تعالي بره يلا بره. يلا ايه الجنان ده؟ ده ايه العالم المجنونه دي؟ بناخدها ونرتاح منها. ده ايه ده؟ صراحه يا خالتي كده ما كانش ليه لازمه اللي عملتيه ده خالص. ليه يا اختي ملوش لازمه؟ ده ليه لازمه ونص. ده انا نفسي اكل جبنها كده اقطعها باسناني. دي زلتني، نفسي بقى اذلها زي ما زلتني. اشوفها كده محتاجه تمد ايديها لينا كده ونقول لها يحنن غرف داهيه مش عاوزين نشوف وشك. ده انا لو بايدي يموتها مليون مره ادفنها بالحياه واشوفها قدامي كده هوت وهي بتموت كل دقيقه والتانيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيف، الشغل عامل ايه النهارده؟ الشغل زي الفل زي ما حضرتك شايف. فتحتوا امتى؟ فتحنا ايه امتى؟ يعني فتحتوا الساعة كام؟ فتحنا زي ما بنفتح كل يوم. عايزنا نقفل عبد القوي بيه ولا ايه؟ لا 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 خالص. بص يا سيدي، أنا بعد كده مش عايز نملة تدخل ولا تخرج من مكان هنا غير لما يبقى عندي علم بيها. يعني دفاترك، حساباتك، فواتيرك تعدي عليا أول بأول. طبعا أنا تحت أمرك يا عبد القوي بيه، بس يعني لا بس إيه، ما تبسبسليش، أنا مش قطة. ما أقصدش، بس أنا للأسف ما أقدرش أتصرف في أي حاجة أو أنفذ أي شيء من دماغي. لازم الحاج سعيد هو اللي يبلغني. انت عارف يا سيف انا اكتر حاجة عجباني فيك ايه؟ انك طاقية وتفصلت بالظبط على دماغ سعيد. الطاقية برضو مفيدة يا عبد القوي بيه، بتحمي القفا من لسعة الشمس. على العموم أنا هنا موظف وبس، بنفذ التعليمات. أنهي تعليمات؟ الشغل. أنا هنا صاحب الشغل. أنا هنا زي سعيد بالظبط. أنا عاوزك معايا زي ما أنت معايا. طبعا. أنا حتى الحاج سعيد قايل لي أنا وعبد القوي واحد. شوف بقى، ما أنا مش كل ما أكلمك كلمة تقعد تقول لي الحاج سعيد قايل لي، الحاج سعيد منبه عليا. أنا عايزك معايا أنا مع عبد القوي. لا بس بسم الله ما شاء الله يا عبد القوي بيه، أنا ملاحظ يعني اللهم لا حسد إن الشياكة ابتدت تاخد وضعها وبتتطور بسرعة. يا أخي أنا كنت متأكد إن أنت الوحيد اللي هتاخد بالك من الشياكة، لأن أنت راجل شيك وبتفهم وباين من ربطتك، بس مع إنك مش رابطها زيي، بس ماشي. ويكون في علمك أنا ربطتها كده في ثانية. لا ما هو واضح. تحفة.
سيبك بقى تشوف شغلك. شدوا حيلكوا يا شباب، عايزين شغل من حديد. لا من حديد ايه، شغل من ده. انا مش فاهم، معاهم تليفونات ومحدش منهم بيرد عليا. قلة الادب دي مين؟ انا نواش يا ست هنيه. خير يا نواش؟ يعني لو ما فيهاش رزاله عايزاكي في كلمتين. قولي. بصي انا جايه اقدم السبت، ولو عوزتي مني اي حاجه انا تحت امرك. ايه تسلمي. يعني اصل عبد القوي لما قال لي ان احنا هنيجي ونعيش هنا، قلت في عقلي بالي وماله خير، ده الخطوه الجديده رزق، والعتبه الجديده نخشها بنيه صافيه كده عشان ربنا يحنن القلوب. ازاي يعني؟ يعني لو حضرتك تكلمي كده الحاج سعيد وتقولي له اللي فات مات، ولما عبقوي يتاكد ان الحلوه هيحلي بقه ساعتها الدنيا هتهدى. بصي يا بنت الناس، انتي مالكيش دعوه بالليله اللي حاصله بيني وبين الناس دي خالص. انا بس عاوزاكي لما تنزلي التحيه قولي لها هنيه بتقولك اذا كنت جيتي وقعدتي في بيت ابو الدهب غصب عنها، لا هي مش هتسكت، لا ده انا هقطع رجلها مين؟ ده انا هقطع رقبتها وهحشها كده. قولي لها الكلام ده. يعني مفيش فايده؟ لا مفيش فايده، اتكلي على الله بقى. روحي قولي لها اللي بقولك عليه ده. مع السلامه يا حبيبتي. قال ايه جايه تتنطط لي وتلاقي الوليه اللي اسمها تحيه هي اللي بعتاها؟ ده تكون قرف. برضه ما فيش فايده، محدش منهم بيرد. وفاء، وفاء، ألف مبروك يا روح قلبي، ألف بركة يا حبيبي. الله يبارك فيك يا وش السعد. هي فين؟ فوق ده. طيب انا هطلع لها عن اذنك. اطلع لها يا حبيبي، اطلع لها. وفاء، يا وفاء. والله وقهرتك يا هنية، قهرتك. وفاء، بجد 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 ما اعرفش، الست هي اللي قالت كده. ستك دي قمر، ستك دي قمر. يعني بصي انا مبسوط، انا مش عارف اقول لك قد ايه انا مبسوط وسعيد. اعتبريني انا العفريت بتاع مصباح علاء الدين. يعني انت تأمري وانا انفذ على طول. هعمل لك كل اللي انت نفسك فيه، احلمي بس. خلاص، في الشباك اللي قبك على اي حاجه انت عايزاها انا هعملها. ها؟ اقعدي بالراحه خالص. بصي انا حجزت لك عند الدكتور خلاص، عشان خاطر نتابع معاه من اول يوم، بالذات في اول 3 شهور، لان لازم تاخدي مجموعه فيتامينات ولازم تمشي على نظام اكل معين. انت فاهمه؟ يعني بدري قوي. لا بدري ايه ده انا اسمع كمان انه لازم تاخدي حاجه اسمها حاجه فوليك ديت عشان خاطر الجنين والكلام ده خلاص. فمهم تمشي على الحاجات دي قوي. ممكن ثانيه واحده؟ اتفضلي. ثانيه واحده، عندي حاجات مهمه. ثانيه واحده بالراحه. طب بالراحه وانت قايمه. عايزه اتاكد بس من حاجه. طيب اوكي. ان شاء الله كده لما بطني تبقى في التاسع كده وتخنت قوي وبقى عندي بطن كبيره. أيوه. وبقى السكر بس هتحبيني. أيوه. برضه بقلظه مكلبظه تخينه رفيعه، انا بعشقك وبحبك. ايوه بص عايزه حرنكش. بص انا هجيب لك عربيات الحرنكش واعملها لك جراج كده، تنقي من الحرنكشايه اللي انت عايزاها. ممكن بطيخ؟ اجيب لك بطيخ. تعالي بقى معايا كده. انا لازم دلوقتي امشي عشان عندي شغل، بس انا عايز بقى لغايه ما امشي حضرتك تريحي خالص كده، تمام؟ وما تتحركيش لغايه ما اجي، تمام؟ ما تتحركيش خالص طبعا. تمام؟ انا 5 مش هتاخر يعني. تمام. ماشي؟ وعايز منك طلب اخير، عايزك تبصي في المرايه كتير عشان تطمني على شبهك، عشان عايز بنوته شبهك طبق الاصل. ماشي؟ ها؟ ما تتحركيش خالص. طبعا خالص مستحيل. اوكي اطلاقا. اهلا وسهلا. خير يا ستي؟ استاذ عبد الحكيم موجود؟ لا والله. لحظه يا ستي، خير في ايه؟ انا كنت جايه اقول لابنك كلمتين. اتفضلي قولي.
حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ليه؟ ليه يا ست؟ عشان بسببه قلبي اتكسر، بسببه حق ابني ضاع، بسببه ما بنامش الليل. إلهي يا رب يدوق من اللي أنا فيه، يعيشوا ليل ونهار قادر يا كريم. اتفضلي ادخلي، قولي لي هو عمل ايه وانا هجيب لك حقك. يحرم عليا بيته، ابنك هو اللي وقف يدافع عن اللي قتل ابني ودهسه، بقى اللي سايق عربية وطايح فيها في خلق الله هو اللي مظلوم، امال اللي مات واتعجن على الطريق. فهمت. هو ابنك اللي ايوه، اللي الست هانم الكبيرة الواصلة اللي معاها فلوس يبقى ابنها ابن الأكابر اللي يمشي يدوس على الناس برجله وقت ما يحب. لكن احنا الغلابة اللي ملناش دية. ابني مات وحقه ضاع. ابنك وقف في المحكمة قال ان ابني ملوش دية، وقف قال للقاضي ان ابني غلطان، وانا جايه له النهارده اقول له ان انا هاخد حقي منه يوم الموقف العظيم. يقف قدام ربنا ويقول له ان ابني غلطان، يقف يقول لربنا انه طلع الظالم اللي ده. مش مسامحه اليوم الدين، وبحتسب ابني عبد الله وبحاسبن عليه ليل ونهار. إلهي يا رب تحرق قلبه زي ما حرق قلبي على ضنايا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، منه لله. يا حبيبتي، أنا مش عايزك تزعلي ولا تكوني متضايقة. سعيد والله العظيم انا زعلانه عشانك انت. عشان أنا ليه؟ لا بالعكس، ده أنا فرحت كمان عشان نعمل شهر عسل تاني. بتوحشني وأنا يا عيني، بتوحشني يا عيني، يا حبيبتي 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 حبيبتي. اسم الله 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 يا ياخدي على جمالهم عصفورتين يا ولاد، على ابني حبيبي ومراته العسل يا ولاد. منورة الدنيا يا يما. الله ينور عليك يا حبيبي. اصل كريمه يا اخويا بعتت لي وقالت لي ان وفاء حامل، فانا قلت بقى اجي اهني ولا اتاكد بنفسي يعني. تتأكدي بنفسك؟ ايوه، امال انت اللي هتتاكد؟ لا طبعا. طالما ابني ما جاش بنفسه عشان يقول لي ويهنيني ويبشرني بالبشاره الحلوه. ها، والدكتور قال لكم ايه بقى ان شاء الله؟ يعني لسه شويه ما حصلش نصيب. حياة كتاب الله كنت عارفه، والله العظيم كنت عارفه وفاهمه ان الكلام ده هو اللي هيحصل. بقول لك ايه يما، بقول لك ايه، انا بقى جالي تشكيله مجوهرات خلاص، كنت عايز اخليكي تبصي عليها، انا بتفائل بيكي، عايز اخد رايك فيها. ها، شوفي لي بقى انهي الانواع اللي تعجبك انت تتحط في المحلات عندنا. ها، ايه رايك؟ طب اتاخر شويه كده. اتفضلي اتفضلي. بقول لك ايه يا حالي، شوفي فرصه اخيره ليكي قدامك لاخر الشهر، لو ما شلتيش هشيلك من حساباتي وهجوزه. قلتي ايه؟ انا مش هرد على الكلام ده، وعلى فكره انا مش متفاجئه. عارفه ليه؟ عشان امي قالت لي ان ده اللي هيحصل بالظبط، وقالت لي ان في العيله دي كلها ماليش غير سعيد. ايه؟ جوزي حبيبي راجلي اللي ماليش غيره في الدنيا. ياضي ومادام يعني جوزي بيحبني وشايلني من على الارض شيل، خلاص هعوز ايه تاني؟ ايه صح؟ طبعا حبيبتي، طبعا. سعيد، نعم. انا طالعه فوق
طيب ما تتأخرش. طيب طيب هاي سعيد خر سعيد ما تتأخرش علي سعيد. سعيد، ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ ما تنساش تعملي كوباية المانجا، انت عارف بموت في كوباية المانجا من ايدك. يا حبيبتي. وعايزة اقول لك كلمتين. خير. لا كلمتين ايه، انا عندي كلام كتير قوي قوي، وما بعرفش انام غير لما تحكي لي حدوتة قبل النوم. طبعا يا حبيبتي. طبعا. سعيد. نعم بسرعة. طيب. هدايا اللي عايزه خلف، والله كانت هدايا اللي عايزه خلف. بنقول بقول لك ايه واد، تعالى هنا اهو. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا اخوي؟ ايه؟ البت ديت ما هياش حبله ولا حاجه، بتتوحم على المانجا ليه؟ بشرة خير يما، بشرة خير، ما تعرفيش. صباح الفل. صباح الورد. لا بسم الله ما شاء الله، مواعيدك مظبوطه قوي. لا انا مواعيدي تظبط عليها الساعه. دي كده محدش يقدر يقول لك حاجه، محدش يقدر يقول لك تلت التلاته كام، مدام وفاء موصيه عليك. لا مش معنى ان وفاء صاحبتي ان احنا نقضيها وسايط، انا في الشغل ما بهزرش. هو انا مديحه ينفع اسالك سؤال؟ اتفضل. المتر عبد الحكيم يبقى بالنسبه لك ايه دلوقتي؟ طليقي، ما بيننا كل احترام وتقدير. بس بس متاكده انه بس؟ والله بس. الأولى بسم الله، والتانية بسم الله، والتالتة رقوة محمد ابن عبد الله. ياني ياني يا دماغي ياني، إلهي تموتي مصدعة يا تحية يا بنت حواء وآدم. ياني معلش يا حبيبتي، احنا عملنا السبوع متأخر، ما انت عارفة الولا كان في المستشفى تعبان، قلنا حلاوة خروجه والسبوع بالمرة. خدي يا اختي حلي بقك. بقولك ايه، انا قلت لعبد القوي لازم نسميها ابو الدهب على اسم ابوك. قال لي اسم ابو الدهب دوت قديم قوي. يا مجنونة. يلا يا وليه، يلا يا وليه، يلا يا وليه، يلا يا وليه، الله ينعل ابوكوا يا ولاد الكلب. اتفضلي كل يوم. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبه قلبي. ازيك يا روحي، وحشتيني. ازيك يا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ حماتك بتحبك يا حبيبتي. بطلي كدب يا وليه دي، ولا حتى بتطقها. يما الكلمه الطيبه صدقه. والصدق بينجي من المهالك يا روح امك. ماشي يا روح امك. اقعدي كلي، يلا اقعدوا، يلا كلوا اقعدوا. ايه ده؟ الباب، استنى، الباب. خليك كده. ازيك يا تيتا، عامله ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ خطير.
مين اللي عامل كل ده؟ اهلا ست هنيه، اهلا ست هنيه. اهلا وسهلا خطوة يا ست هنية. عزيزة. ايه ده البيت نور والله. تعالي تعالي كلي معانا لقمه. انا مش عايزه اكل يا متولي، انا عايزه اوافق في كلمتين. خير يا ست هنية، عايزة البت في ايه؟ انت مالك انت؟ انا عاوزه مرات ابني في كلمتين ولوحدنا. ولا يا اختي ستها، وهي ما بتخبيش عني حاجة. خلاص يا ستي ما حصلش حاجه، اتفضلي. انت ما سمعتيش انا قلت ايه يا بنت متولي؟ يما يما دي حماتها يعني زي امها التانية. اتفضلي يا ست هنية، بيت بيتك طبعا. اتفضلي لغايه لما الشاي يجي. اتفضلي، نورت الدنيا كلها. يما انا عارفة الولية اللي اسمها هنية دي عايزاها في ايه. تفتكر يا واد يا متولي الزغاريت وحلقاتك وبرجلاتك دي هيعدوا على قلب هنية بالسهل كده؟ سمعتي الزغاريت والفرح وانا قاعده هموت وهفرقع من جنابي. ايه يا بنت انت ما بتغيريش؟ اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ ربنا هو اللي بيرزق وربنا هو اللي بيمنع، زيه زي المال زي الصحه. يعني انا مش عايزه اخلف، انا مفيش حاجه في ايدي اعملها. لا في ايدك كتير يا حبيبتي، في ايدك كتير. ادعي لنا. دعيت وصليت. ماشي، اطلعي لنا عمره كده يمكن ربنا يرزقنا بالذريه الصالحه انا وسعيد. بس اهم حاجه وحضرتك بتدعي كده تدعي بنيه صافيه عشان ربنا يستجيب. والله العظيم صدقيني انا مفيش في ايديا حاجه اعملها. لا في ايديكي كتير يا قلب امك. تجدعاني شويه، اجدعاني شويه يا بنت سنيه. بنت متولي. نعم يا اختي بنت متولي. هي سنيه يعني هتخلفك من غير متولي؟ وبعدين ما تكلمينيش بالعين والحاجب يا روح امك، كلميني عدل بلاش قله ادب. انا اسفه معلش، والله العظيم ما اقصد اضايقك. انا وسعيد بنحب بعض وعايزين نكمل مع بعض. والله العظيم لو سعيد ما حيلته اللدى انا برضو عايزه اعيش معاه. يا ست هنيه انا ماليش دعوه باللي حصل بينكم زمان، انا ماليش دعوه باللي حصل بينك وبين ستي كريمه، ولا بينك وبين امي، ولا حتى اللي بينك وبين ابويا. انا ليه بحاسب على المشاريب دي؟ انا بحب الراجل ده وعايزه اكمل كل حياتي معاه وسعيده معاه. وهو كمان لازم يبقى سعيد معاكي لما تخلفي له عيال. انا موافقه جدا على الكلام ده. انا هقول لك حاجه تريحك، انا هكلم كل اصحابي الدكاتره دلوقتي وهاخد اقرب ميعاد وهروح لاقرب دكتور وهوريكي كل الاشعه والتحاليل فيها ايه. مش سهله انت يا بنت برضه. كلامك حلو كده ومترتب على بعضه، كلمه على كلمه وعشعشت في دماغي. بس شوفي بقى، الكلام الحلو اللي بيعشعش في دماغي حاجه، واني ابقى رجلي على رجلك عند الدكاتره حاجه تانية. ايوه اعرف كل حاجه بنفسي. على عينك يا تاجر. حضرتك هتيجي معايا يعني؟ ايوه ماشي يلا بينا، اتفضلي. ممكن اعطلك شويه؟ طبعا انت مديري، لو ما كنتش انت تعطلني مين هيعطلني؟ خير. بص يا مديحه، انا راجل ما بيحبش اللف والدوران. بداية مبشرة. انا معجب بيكي. اللي اعجبوا بيا كتير، وبعدين؟ لا انا مختلف عن الكتير اللي اعجبوا بيكي، عشان سيف مختلف. انا عايز اكمل حياتي معاكي. كده على طول؟ يعني من غير ما نعرف بعض الاول؟ هعرفك، انا هعرفك اكتر من نفسك يا مديحه. بص يا سيف، انا خارجه من تجربه كانت قاسيه قوي وما عنديش استعداد اعيدها تاني. انا عايزه اعيش الدنيا واستمتع بكل حاجه فيها. مش عايزك تقلقي من اي حاجه، انتي بس تشاوري تقشري كده وانا انفذ. وعلى فكره سيف حنين وطيب قوي. لا لو كده فكر. يبقى موافق. والله ما عارف هخلص امتى يا سهام.
هظبط مواعيدي واقول لك. يلا سلام. ادخل. والد حضرتك بره. دخليه بسرعه. حلو. اتفضل. يا اهلا يا اهلا يا حاج، منور المكتب. قهوه اللي حاج بسرعه. حلو. مش عايز. ليه يا حاج؟ ده انا عندي بن حلو قوي. الست اللي ابنها اندهس بالعربيه جات لي. ابن سهام اللي دهسه انت خرجته وسافر بره عشان يعيش حياته، والروح اللي طلعت ملهاش اي قيمه في الدنيا. ابن سهام خرج بالقانون. انا ما بتكلمش على القانون اللي في الكتب، انا بتكلم عن قانون تاني خالص، قانون الانسانيه اللي ربنا خلقنا عشان نحافظ عليه. انت نفذت القانون، محدش يقدر يكلمك او يلومك، لكن انت مع نفسك شايف ان ده العدل والانصاف؟ مش انا اللي بحط القوانين، مش انا اللي تقول لي الكلام ده. امال اقوله لمين؟ انا هسالك سؤال، لو امك هو اللي اتداس بالطريقه دي كنت هتقول نفس الكلام؟ كنت هتدافع على صاحبه العصمه؟ انا عملت اللي عليا ومش انا اللي حكمت. انا سالتك سؤال جاوبني ولا اقول لك انا اللي هجاوب؟ عارف لو ابنك هو اللي حصل فيه كده كنت صرخت باعلى صوتك وقلت القانون فيه عوار، لازم يتعدل، لازم يتصلح. وفعلا لان القانون فيه عوار فانت وامثالك بتستغلوه عشان تبرئوا المتهم وتدينوا البريء. ربنا قال افلا تعقلون، افلا تعقلون، وانتم استغلتوا حكمه العقل في الغلط. انت ضميرك كده مستريح؟ للاسف لو تفهموا معنى الحياه الانسانيه، ده الحياه الانسانيه كريمه وعظيمه عند ربنا، لانه هو اللي وهبها للانسان مش اي حد تاني. انت قبلت على نفسك انك تكيل بمكيالين وشايف ان كفتك هي اللي طبه،